بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة وفاء ورد كوين. ان شاء الله يجيكم فيديو تاعي ذات اليوم بالصحة وعافية يا ربي. اولا فضلا وليس امرا نطلب مني مازالوا ما اشتركوش وما دخلوش للعائلة تاعنا، نطلب منكم الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب للفيديو. ومرحبا بكم. نسعى دائما في القناة تاعي باش يكون المحتوى تاعي متنوع ومفيد للجميع، ان شاء الله نتوفق ونفيدكم يا ربي. الوصفة تاع اليوم او فيديو اليوم خاص بالجينواز. نعرفوا بلي الجينواز وصفة حساسة بزاف وما تنجحش بزاف من اول استعمال يعني. اليوم جبت لكم الوصفة الساحرة، يعني اللي مستحيل باش تبدلوها. يعني بعد الفيديو تاع اليوم مستحيل تخافوا من الجينواز. وصفة سهلة ماهلة وناجحة مليون في المية بإذن الله. تابعوا الفيديو للأخير باش تشوفوا معايا الخطوات وتستفيدوا من الوصفة هذه. الوصفة هذه أنا كنت درت بها لا تارت اللي قلت لكم عليها في الفيديو السابق. اليوم راح نديروا الجينواز، والمرة الجاية إن شاء الله راح نشوفوا لا تارت اللي كنا درناها تاع الختان. تبعوا معايا الفيديو تاع اليوم تاع المقادير تاع الجينواز. ننطلق مباشره في المقادير. واش نحتاجو 4 بيضات متوسطه الحجم، نحتاجو 120 غرام تاع السكر، 120 غرام تاع الفرينه، 100 عفوا اللافاني، مغرفه صغيره تاع قهوه تاع خميره، رشه تاع الملح والمنكه اذا حبيتوا تبدلوا لها الذوق. اذا حبيتوا تخليوها بذوق الفانيلا ماشي مشكل. هنا نحط البيض نتاعي مع رشه الملح. نعاود ناكد رشه الملح راهي مهمه جدا مع البيض اللي هنايا. نخليهم يطلعوا. اذا حبيتوا تطلعوها بالباسور عادي تصلح عادي، واذا حبيتوا تديروها بالبيتران كيما راني ندير انايا ثاني عادي. بعد ما نشوفوا البيض نتاعنا بدا يطلع مليح، هنا راح نزيد له السكر نتاعي ونخليهم يطلعوا مليح مليح مليح. نزيد لهم لافاني ونزيد لهم لاروم. اذا حبيتوا تنكهوها انا درت لها لاروم تاع البنان لهنايا. وبعد ما نشوفها طلعت كيما هيدا كيما راكم تشوفوا اللون تاعها ابيض ولات عباره عن كريمه. هنا راح نجي ندير الفرينه تاعي راح نديرها على 3 دفعات ونخلط من الاسفل الى الاعلى. نعاود ناكد نخلطها مليح من الاسفل الى الاعلى باش ما تسكتليش في الاسفل نتاع تاع الخليط هذا ما تسكتليش. بعد ما نخلطها مليح راح نديرها في لابوش ونبدا نوزعها في الصينيه نتاعي. هنايا لابوش الدور تاعها وشنو هي باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه فقط، يعني باش تجيني كامل مستويه. نديرها في لابوش ونخدم في الصينيه، نفرخها في الصينيه. هذا مكان انا كنت درت زوج بالذوق هذا تاع البنان ودرت وحده بالكاكاو كما شفتوا. وراح نشوفوا المره الجايه ان شاء الله. الكاكاو برك راح نتنقصوا من الفرينه وتزيدوا الكاكاو، يعني ماشي حاجه اللي واعره باش نقصتوا في فرينه تزيدوا كاكاو. هذا مكان. بعد ذلك ما نديرها في البلاطو راح نديرها في الفرن يكون ديجا شعلته 10 دقائق من قبل. نديرها على درجه 150 درجه ونحطها الطيب. وشن هي النصيحه اللي ندير لكم ما تحلوش عليها الفرن. بعد ما تشوفوها بدات تصفر على الجوانب تزيدوا تشعلوا لها غير شويه باش تصفر من الفوق. وانتهى الامر وتكون الجينواز تاعي سهله. ونلتقي في الفيديو القادم باش نشوفوا تركيب